وفي خطبة في دمياط واحد من أهل الفضل بيقول لي احنا خايفين ليه؟ احنا أحسن منهم، ييجوا نعلمهم السنة ومنهج أهل السنة وندعوهم للسنة. قلت له طب ما تروح لهم تدعوهم هناك، انت جايبهم لنا هنا ليه؟ ما تروح لهم، انت تدعوهم إلى الإسلام الصحيح، إلى الإيمان بالله، لأن هم بالمعتقد اللي هم عليه كفرة. وما تبصليش أقول لك الأدلة، ما تروح لهم هناك. الرد بسهولة. أنا لسه كنت في العمرة، التقيت بمشايخ السعودية، الشيعة يزيقونهم الأمرين. وخش على النت وشوف أحوال المنطقة الشرقية اللي بيحصل فيها. أحد المشايخ قال لي كلب شيعي تبول في مسجد رسول الله وبصق على أبي بكر وعمر على الملأ، وادوا له شهر. قلت له شهر انزل السعودية وشوف مسجد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ماذا يفعلون فيه من المنكرات الشركية الواضحة. البحرين شوف عاملين ايه في البحرين، الكويت شوف عاملين ايه في الكويت. طب هم هناك مبهدلين الدنيا ومش عندنا نجيبهم. طب ليه؟ طب مصر 200 سنة وما تشيعتش، مين قال لك كده؟ تعرف ان بقايا الفكر الشيعي ما زالت موجودة الى الآن في مصر؟ تعرف ان عندك بقايا فكر ومعتقدات شيعية الى الآن؟ أكثر من 200 سنة الشيعة حكموا مصر، وكتب الله الخلاص من هذا الفساد على يد صلاح الدين رحمه الله، وحول مصر إلى مذهب أهل السنة فوقيا. تعلم أن الأزهر بني ليدرس أصلا المذهب الشيعي والذي بناه كلب من كلابهم؟ تعلم هذا؟ تعلم أن الخميس والأربعين والسنوية والموالد والقبور والأضرحة كل قبورنا العالية هذا فكر شيعي؟ تعرف أن مقابر أهل السنة تحت الأرض لحد أو شق؟ تعرف أن كل مقابرنا الموجودة الآن دي مقابر مين؟ شيعة. عاشوراء، مولد الحسين، السيد البدوي. تعرف أن الموالد دي كلها فكر شيعي؟ تعرف أن في توأمة بنسبة 50-60% بين الصوفية وبين الشيعة؟ تعرف أن مدخلا خطيرا للشيعة في مصر بالأخص مع الصوفية وهو عنوان جميل: حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم أن الشيعة كفر قولا واحدا عند أهل العلم، قولا واحدا، مسألة ما فيهاش كلام، لا المتشددين ولا الإرهابيين اللي زي محمود شعبان ولا الهاديين ولا الرايقين، الكل مجمع. ليه؟ الشيعة يعتقدون كفر الصحابة جميعا عدا 4 أو 3. الشيعة يعتقدون أن القرآن حرف وذهب ثلثه ولم يبق إلا ثلثه. الشيعة يعتقدون أن عائشة زانية ويتهمونها بما برأها الله منه. الشيعة يتقربون إلى الله بقتلنا ونحن أنجس المخلوقات عندهم. الشيعة نحن كفر عندهم. الشيعة الإمامة عندهم ركن الإيمان والإسلام الأعظم، ومن لا إمامة له ولا يؤمن بالإمامة فهو كافر، كافر قولا واحدا. تعلم أن الأئمة 12 عندهم أولهم سيدنا علي من مواصفاتهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون، وبأيديهم مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. تعلم أن الإمامة عندهم مكانة عالية عظيمة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. تعلم أن الإمام عندهم فوق رسول الله وفوق ملائكة الله بل فوق الله. تعلم أن الشيعة يؤمنون على الله بالبداء، أي أن الله يفعل شيئا ثم يبدو له أنه خطأ ثم يتراجع عن خطأه إلى الصواب في الوقت الذي يؤمنون فيه بالأئمة بالعصمة وأنهم لا يخطئون وأنهم يعلمون وما كان وما يكون. يعني الإمام عندهم فوق من؟ الله. صاحب هذه المعتقدات يبقى إيه؟ حل صوتك شوي. اللي بيخاف مراته يوحد الله، البقاء لله. كلكم كده. الراجل ده قال مرتين، شكله متجوز 2. من يعتقد هذه المعتقدات فهو كافر.
بإجماع أهل العلم، والخلط عند طلبة العلم في مسألة خطيرة لم يلتفتوا إليها، وهو كلام السلف عن سب الصحابة، والخلاف في حكم من سب الصحابة. الخلاف مش داخل هنا، لأن دول ما بيسبوش، ده ما بيسبش الصحابة، ده بيكفر الصحابة. افهم يا طالب العلم، الخلاف الذي قرأته في كتب السلف حول من سب بعض الصحابة، والخلاف بين كفره أو فسقه وماذا نفعل معه، الخلاف مش وارد هنا. الكلام على السب، الشتم، الانتقاص. إنما اللي بيكفر الصحابة، اللي بيقول القرآن محرف، اللي بيتهم عائشة بما برأها الله منه، يبقى ايه؟ كافر. عند كل علماء أهل السنة من أصحاب القدم الراسخة والدين الذي يقودهم، لا المصالح ولا الساسة، عند الكل كافر قولا واحد. طيب بيقول لك مصر ما تشيعتش، لا، مصر فيها بقايا الفكر الشيعي إلى الآن، وذكرت لك أمثلة. مصر فيها صوفية، ناس طيبين مساكين من الممكن أن يضحك عليهم تحت مسمى حب آل بيت النبي. يبقى الأمر خطير. أخاف وأقلق ولا أنام وأحط في بطني بطيخة صيفي ولا شتوي حتى؟ أخاف وأقلق ولا لا؟ طيب، بس الكلام ده ما حصلش.